اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. النهارده جاي لكم فيديو قنبله. ده بقى طبيخ فرح. والله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، والحمد لله ان يتم على اصحابه الف خير وصحه وسلامه. جينا بقى ايه، نشوف ونعمل احنا عملنا ايه وطبخنا ايه وحلنا محل الطباخ. مش انا، كل ده كان برعايه بنت خالتي اخت العريس، هي اللي كانت شايله ليله بصراحه، لان دي في بلد تبع الدقهليه. الناس اللي عارفه هناك حته اسمها منية النصر بالتحديد. فهم بيطبخوا طبخ ما شاء الله كتير. دايما بيجيبوا الطباخ، بس هم حبوا ان هم يعملوا الحاجات دي بايديهم. هي بتبقى فرحه بصراحه. عارفه انت لما تجيبي حبايبك وتجيبي عيلتك واللمه وكله هنشوف. ده العدد اللي قدامكم ده مش هو بس، ده في فرق في المطبخ وفي فرق على السطح كده زي ما انتم شايفين، وجايبين الشعل. على فكره احنا كنا كده خلاص بقينا بالليل، بس النور ما شاء الله هو اللي منور الدنيا. جبنا الشعله اللي انتم شايفينها دي، وجبنا طبقين استانلس زي ما انتم شايفين كبار. وكمان سلقنا فيهم الكرنب. وكانت ما اختي اللي بتصورنا، قلت لها تولي انت موضوع التصوير علشان نبين لحبايبنا احنا بنعمل ايه وفي مناسباتنا بيحصل ايه. شفتوا انتوا بقى، فريق بيسلق، فريق بيقطع التقطيع زي ما انتوا شايفين حاطينه على كنبه كبيره كده، وفريق بيسلق زي ما انتوا شايفين، وانا بحط في الميه الساقعه واطلع واديلهم يقطعهم قطع صغيره كده بحيث نحشي على طول. دي كانت الناس اللي تقولك يا وما كلنا بنشتغل بايدينا ده انا الحمد لله نضيفه وزي الفل. دي مرات ابن خالي ربنا يبارك فيها ويديها الصحه. عملوا ايه، مرتة الفراخ. المرتة دي عبارة عن ايه، بصل وطماطم، والطماطم كمان هتحط عليهم كمان زي ما انتم شايفين بصل وفلفل وجزر والبهارات، تشكيلة بهارات، وكمان الطماطم. ودي تسبيكات المحشي، عملنا كمية تسبيكة محشي هنشوفها مع بعض دلوقتي واحدة واحدة في النور. كمان احنا كنا هنا في المطبخ، انت هتلاقينا في المطبخ وهتلاقينا بره وجوه، هتلاقينا متحولين. وهنشوف مع بعض دلوقتي واحنا بنتبل الفراخ. طبعا فرق قال لي احلام ما اطلعش، وفرق قلت لهم والله العظيم ما انا منتج، همنتج ومش حاطه مشاهدات ومش حاطه اي حاجه. احنا قاعدين محترمين ولابسين طرحنا ولبسنا الحمد لله كويس، فالموضوع مش مستاهل ان احنا نتكسف يعني. اللهم صل على النبي. شايفين دي بس مبدئيا. احنا كنا لسه كده هنبدا نشتغل بقى ونحط رزنا وخضارنا ونبدا نلف بقى في الحيل بتاعتنا، ولسه البوتاجاز بتاعنا شغال في التسبيكات، لسه بنعمل تسبيك. حطينا اهو زي ما انتم شايفين الشبت والكزبره بتوعنا، وحطينا الرز وقلبنا بقى كله ببعضه لحد ما تحس ان هو كده بقى تمام ومناسب معاكي. وجبنا الحلل بتاعتنا وحطينا في الارضيه بتاعتها ورق الكرنب اللي هو مش نافع يبقى ورق العنق ومش عارفه ايه وكده، بحيث ان هو لو اتلدع او حصل له حاجه تكون الطبقه دي هي اللي اتلدع. شايفين بقى كل اتنين ماسكين حل. معانا 3 حلل، انا في الاول وانا وواحده قصادي، ولاد مراتات اخوالي الاتنين وبنت خالتي وصاحبتها. المهم كل واحد فينا ماسك حله من الاساس، ومش ده هتخلص وهنمسك غيرها. وهتشوفوا الفريق التاني بيعمل ايه. ده احنا كده اول فريق، وفريق بالعرض الناحيه التانيه وفريق بالعرض الناحيه التانيه. هنشوفه مع بعض دلوقتي، بس قلت اما اوريكم وهي بتعمل الفراخ. هنتبل الفراخ كلها، بناخد كميات بكميات، الفراخ كلها متفتحه، وهنشوي نصها في الفرن ونصها على الفحم. استنوا لسه الخير كتير، ويا رب يفرح خلقه يا رب العالمين، ويدخل الفرح في كل بيت. قولوا امين يا رب يا رب العالمين، ويفرج كربنا ويفرج همومنا ويوسع صدرنا ويشرح قلبنا ويدخل الفرح والسعادة في كل بيت يا رب العالمين. لأن بجد كلنا محتاجين لفرح، وكلنا محتاجين لنصفة من عند ربنا قبل أي شيء في الدنيا. فيا رب يا رب ينصفنا جميعا ويسترها معنا جميعا، ويعدي أيامنا الصعبة جدا جدا دي على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة. دي كنا لسه بنعمل، مش قلت لكم، وقمنا بقى جايبين الاجنحه والرقب والرجلين. طبعا خلاص الغلا موجود، فما فيش رجلين هتترمي. ما شاء الله. دي بقى كده خلاص للصبح. خدوا بالكم كل الشغل ده كان بالليل، يعني تاني يوم الحنه بتاعه العريس. وبرده كان نزل لكم حنه العريس وفرحه في فيديو مخصوص. انا ليا بركه اللي انتوا، ده انا مورياكم الموضوع من طقطق لسلام عليكم زي ما بيقولوا. بالراحه يا جنى انا بسجل. دي فريق كمان غير الفريق بتاعنا، كل اتنين قصد حله، كل اتنين قصد حله زي ما انتوا شايفين كده. والورق اهو، واللي بيظبط ورق هناك، وكل اتنين ماسكين، والدنيا مظبطه ما شاء الله.
ما قلتلكوش الرقب والاجنحه هنعمل فيه ايه. هنعمله شوربه ونبقى نسقي بيه المحشي بتاعنا. معانا اللحمه المفرومه دي بقى. جابوا المفرمه الكبيره بتاعتهم، عندهم مفرمه زي اللي انتوا شايفينها دي، حطوا فيها جابوا اللحمه المفرومه وحطوا فيها جميع البهارات اللي ممكن تحط في الكفته، وحطوا فيها طبعا كالعاده لازم تكونوا انتوا واخدين عليها يا جماعه، والله رنه الجرس المقرفه دي. ما علينا. حطينا بقول لكم البصل بتاعنا كله بقى يتفرم علشان ما يبانش البصل بتاعنا والخضار، ومعانا كمان دهن ضاني، بتاع لحمه ضاني يعني، جبنا معاها كمان فرمنا معاها الدهن الضاني ده، وجبنا المفرمه واشتغلنا بها كده زي ما انتم شايفين. ابن اختي ربنا يبارك فيه اللي هو ابن بنت خالتي هو المسؤول عن كده. شوفوا بقى ما شاء الله كميه المحشي. لا والله العظيم يعني كان نفسي ارصها كلها جنب بعض، ده لسه فيه والله العظيم، فيه لسه كمان ما صورتوش. ما شاء الله اللهم بارك يا رب العالمين، والف انا وعافيه اللي اكل حاجه، والحمد لله ان هي تمت وعدت على خير. كل ده زي ما قلت لكم كان بالليل كده. بقى سمينا الله وبدأنا الصبح. قمت الصبح لقيتهم شغالين زي ما انتم شايفين كده من بدري، جابوا شوايه كبيره زي دي كده وبدأوا يرصوا فيها الكفته، يصبعوها كده على السياخ، والمحشي في محشي كان متولع عليه، وبدأوا يشتغلوا في الفراخ اللي احنا متبلينها، وكانت حاجه ما شاء الله اللهم بارك يا رب تحفه. عقبال عندكم جميعا وعقبال الفرحه عندكم جميعا. طبعا الكميات اللي كانت بتخلص كنا بنحط ورق سلوفان من تحت. شايفين انا حبيت اوريكم قد ايه الكفته جميله ما شاء الله، ورشنا عليها حطينا عليها كده الكزبره وقفلنا عليها وبدأنا نشتغل في حله تانية، طبعا علشان كل حاجه تفضل سخنه. وعلى فكره انا هوريكم حاجه حلوه قوي للناس اللي بتخاف ان الاكل يبرد، واكيد احنا كلنا شطار وعارفين بنعمل ايه في اكل الفرح، لان بنبقى محتاجين ان احنا نخلصه بدري، وفي نفس الوقت بنبقى عايزين الاكل سخن، لان كان الجو بيشتي اقسم بالله، كان الجو وحش جدا. وهوريكم ما اختي واقفه جنب ابن خالتي ربنا يبارك فيه يا رب ويطعمه ما يحرمه. كان هو المسؤول، ابن خالي كان هو المسؤول عن الشاوي، واحنا بقى كنا بنتحشر معاه غلاسه كده نخطف كفتايه كده. شايفين ما شاء الله الفراخ اللي استوت، الفراخ دي ما استوتش على الفحم، الفراخ دي استوت في الفرن، كل كميه الصدور استوت في الفرن، والمحشي ما شاء الله اغلبيته خلص. وهوريكم الحله الكبيره اللي بنقلب فيها المحشي وبنحط فيها الفراخ المشويه اهو. ما شاء الله كله شغال كله شغال ما شاء الله. اللي استوى اهو الحله اللي انتوا شايفينها الكبيره دي، بس البخار مش عاملني. الحله اللي تستوى نقلبها في الحلتين الكبار دول، واحده للمحشي وكان في برضو كنا سايبين حاجات تانية، وواحدة للفراخ، وكنا مهدين النار عليه، مهدين خالص خالص خالص. شايفين الشتا، شايفين كمية شتا في اليوم ده رهيبة. وجبنا بقى اللي وراك كلها حطيناها على الشوايه كده بعد ما خلصنا الكفتة، ولقينا لسه في وقت حبينا نعمل اللي وراك بتاعتنا على الفحم. وزي ما قلت لكم الجو كان صعب، ما كانش مشجع بصراحة، بس الحمد لله ان هي عدت على خير. وكمان الحلتين الكبار دول بنهدي عليهم النار خالص، كل كميه الفراخ محطوطه في قلبها. اغلبيه يعني مثلا فضينا فيها حوالي 4 حلل او 3 حلل من المحشي، قلبناها في قلبه وهدينا النار خالص خالص لميعاد الاكل، لان في الحنه دي بيبقى الحنه لها ميعاد معين وبتنتهي. لا يكون عندك الطباخ مثلا يقولك انا هاكل ساعتين 3 وبس، طبعا ما هوش فاضلك طول اليوم. فاحنا بقى بنحل محل الطباخ الحمد لله، قعدنا ناكل من الساعه 11 لما للساعه 5 ما شاء الله الاكل كان كتير، والحمد لله ان ربنا ستر وعداها على خير. وزي ما انتم شايفين كل بقى اللي حابب يجي يعمل حاجه بيعملها. بص الفرح ده كان بصراحه متاح للجميع. بنقلب كده طبعا علشان ما تحرقش وتستوى معانا وتاكلي يا ستي ما انتي احلى واطعم فراخ مشوي. اللي واقف جنب ده ابن خالي، بصراحة كلهم عزاز على قلبي، وربنا يا رب يدومهم نعمة في حياتنا، وكانوا شايليننا من على الأرض شيل، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب العالمين، وينول لكل واحد اللي بباله وتفرحوا جميعا يا رب. طبعا ماما تسيبه ما تسيبوش، ابن اخوها بقى لازم تتحشر معاه. قلت لهم تعالوا بقى اما نشيل الفراخ ونطمن ان هي تمام ومفيش فيها بقى. لا شوفوا منعوسين ازاي، بننام متأخر ونقوم بدري وحاجة صعبة. بطمن على كل واحده، ما فيش واحد من المعازيم ياخد حته ولا قطعه من دي. طبعا احنا كان معانا اطباق فبر بقى، وكنا مظبطين كل وجبه، كل واحد عايز الغدا مثلا كنا بنحط له الوجبه بتاعته،
كنت بتأكد ان كل الفراخ مستوية وتمام، مفيش في حاجة بدمها. والحاجة اللي كنت اشك فيها اديها له يحطها تاني، لان الفحم كان لسه شغال والنار لسه شغال. ده مش عيب ولا حرام، بس عشان تكوني في الامان. اما يكون عندك حاجه زي دي وعندك كفته مثلا وعندك فراخ، خلي مثلا طبق الاطفال يكون في دبوسه، مش لازم الورك يكون كام. دبوسه وصباع كفته او صباعين كفته. مش هيقدر يكمل الفخذ كامل او الصدر كامل، وفي نفس الوقت ياكل الكفته. ابقي شكلي يعني، عينك هي اللي تشوف. شوفي الوجبات اللي نازله دي نازله للاطفال ولا نازله للرجاله ولا نازله للستات. كل وجبه انت تظبطيها، لان طبعا الحاجه اللي بترجع تاني انت ما بتاكلهاش. فكل حاجه بتترمى، فاحنا في ايام بصراحه صعبه ما ينفعش تترمي. كان نفسي اظبط لكم المقطع ده. المزمار ده صوته جميل جدا جدا جدا، جالنا واحنا بنطبخ وبنغرف، شايفين بنقلب هناك حله المحشي ازاي. فالمزمار والعريس على فكره اللي وقف ورا ده، والله هتشوفوه في الفرح. وكله كان بيصور وكله فرحان، وانا طبعا كنت بحاول بقدر الامكان ما اجيبش حد كلهم كانوا فرحانين، واللي بيرقص واللي بيزغرط. فكنت بحاول بقدر الامكان اجيب المزمار بس، وكان نفسي تسمعوا صوته. لان اكتر حاجه بحبها في الافراح جدا هي المزمار. كان فيديو حلو جدا، وكان يومين جمال جدا جدا جدا. في يا رب يفرح الجميع ويسعد خلقه، وان شاء الله يا رب الفرحه عندكم جميعا. ويا ريت اللي شاف الفيديو ما ينساش لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه. ولو بتشوفوني من على الفيسبوك لايك وشير، وتقول بتشوفوني من انهي بلد.